قال النبي صلى الله عليه وآله، قال إذا أذنب المؤمن ذنبا شو يصير؟ تخرج نكتة سوداء في قلبه. هذه اللي نحتاج شوية نفقهها ونتعامل وياها سريعا. النبي يقول كان بعض الأحيان شو يقول للناس؟ عليكم بجلاء القلوب. قيل يا رسول الله تعال علمنا يا رسول الله شنو جلاء القلوب؟ قال إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. شايف الحديد لما تعوفه لفترة طويلة يتعرض إلى الرياح وإلى الشمس وإلى الماء، يقول يتصدأ يروح هذا الحديد. يقول هكذا قلب الإنسان. شلون صورة جميلة؟ يقول مثل قلبك. يقول هذا القلب إذا ما كان يذكر الله عز وجل ودائما ما يسكن في المواطن التي تجره إلى الله، ترى حضورك في المجلس، حضورك مع القرآن، حضورك في المسجد عند مراقد المعصومين مع الناس المذكرين الصالحين، هي التي تعطيك وترفع هذا الصدى. كلا بران على قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله قال إن القلوب لتصدأ، يعني تصير صدأ بها. قالوا له يا رسول الله وما جلاؤها، شلون ننقيها؟ قال عليكم بتلاوة القرآن، فإن القرآن شو يسوي؟ يرفع هذا الجلاء. بعد عندنا شكل آخر، أكو بالقرآن صورة جميلة جدا، وهاي الصورة في الحقيقة تعبر عن روح الإنسان وقلب الإنسان الأصلي، الأصل الأول. شو يقول القرآن الكريم؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كلام كثير بها عند المفسرين، بس احنا نريد ناخذ الشاهد. فطرة الله التي فطر الناس عليها بها التفاتة جدا جميلة، وهي أن هذه الفطرة منسوبة لمن؟ جابوني. فطرة الله، قلبك وروحك مال من؟ الله عز وجل. والشيء المنسوب إلى الله ينسب تشريفا، يعني نسبتنا إلى الله نسبة شرفية، يعني فيها نوع من الرفعة والقداسة، مثل ما قدمت بداية المجلس الله يقول ونفخت فيه من روحي. هاي نسبة تشريف، نحن منسوبين إلى الله. معنى ذا آخر شنو؟ أن فطرة الله بمعنى أن أصلها الخير، وأصلها النقاء، وأصلها المعروف، وأصلها الروح. ركزوا وياي، ركزوا، أصلها الروح. فطرة الله التي جاوبوني فطر الناس، ما قال المؤمنين، ما قال البشر، قال الناس، ما خصص الموحدين والمؤمنين. يعني هذه الفطرة حب الخير، على رأي بعض علماء التفسير الفطرة هي حب الخير وبغض الشر، موجودة يقول الله هذه القاعدة في قلب كل إنسان، في قلب كل الناس والبشر.